الاهلي بيبدا حفل الرباعيات بدري. الاهلي امبارح بصراحه كيف المصري. وانت لو عاوز تنزل تقابل وتجاري الاهلي صلي الصلوات الخمس في مواعيدها وادعي ربنا يكرمك، لان انت لو ما دعيتش ربنا الاهلي هيمسكك، يعني بص يبهدلك، الاهلي هيمسخرك، الاهلي هينفضك النفضه الحلوه. اللي حصل في مصر امبارح ده جزء بسيط جدا من اللي هيحصل في فرق الدوري. اي حد يتمنى دلوقتي ان هو ما يقابلش الاهلي هيعمل زي الزمالك كده، يشوف له اي حد واسطه في لجنه المسابقات ياجل له المباراه للدور الثاني بحيث ان هو يجيب صفقات، وبرضه ما فيش فايده. فالاهلي امبارح بيعزف سيمفونيات، الاهلي امبارح اداؤه كان حلو، هو ده الشكل اللي احنا عايزينه وده الشكل اللي كان مطلوب، دي الكوره اللي احنا حابين ان احنا نشوفها. الكور الطويله اللي كانت بتحصل في مباراه السوبر الافريقي دي مش سلونا ومش حياتنا ومش عيشتنا وعايزين بقى نرجع لعصر شادي محمد واحمد السيد ان احنا نطلعهم يلعبوا قدام، ده مش هيحصل. انت عندك نجوم امبارح بتعمل، يعني انت عندك رضا سليم في الشوط الاول ملبس 2 انذارين، ماكلهم احلى انذارين، وواحد منهم اتطرد في نهايه المباراه، وفي نفس الوقت كان عنده خطوره وجايب جون، رجله بصراحه وهي بتشوط الكوره حافظه الجون، عارفه طريق الجون. وبعدين ده امام عاشور حطها له مرهم، المرهم ده يعني امبارح يعني اكيد ريح الجماعه كتير جدا من اللي كانوا بيتفرجوا على المباراه وهم بيشوفوا امام عاشور بيحط صناعه هدف اول لرضا سليم، وبيقول كده شهاده مولد جديد لنجوم هتبقى موجوده في الاهلي. وبعدين الاسيست الثاني ده قطر رايح لبيرسي تاو، وبعدين بيرسي تاو اما ماسكها شكحها شنكح كده في الزاويه البعيده وراح بتزغرط في الجون. وبالتالي الاهلي امبارح كيف المصري وكيف علي ماهر. انت مبسوط بفوز الاهلي باربعه، وعلي ماهر متكيف كل ما هو قاعد والاهلي بيجيب جون يبقى قاعد مرتاح، قاعد بيزغرط وهو مرتاح. فالاهلي بصراحه امبارح اكرم المصري برباعيه يعني مع الرأفه. امبارح عمو كولر احنا متقدمين 2-0 وقام منزل له 5 امبارح، يعني بص انزلوا العبوا العب يا انت وهو. فلعيبه الاهلي نزلت امبارح ما خيبتش. انت عندك جون بيرسي تاو مكمل في الثالث برضه كان جون حلو. وبعدين انت كريم فؤاد نازل نفسه مفتوحه، اللي بيبقى راجع من الصليب ده بيبقى نازل تاتا تاتا كده خط العتبه. بعدين انت كريم فؤاد نازل يعني بيجيب جون، يعني ما افضلها بدايه. لكن الاسيست بتاع احمد عبد القادر ده كان مرهم بقى، ده مرهم للمصري مش مرهم للجماعه الزملكاويه والحتت بتاعت امام عاشور، لكن ده كان مرهم للجماعه بتوع المصري. اسيست رائع من احمد عبد القادر مزيكا. امبارح كمان ما حسناش بالغيابات، انت عندك كهربا نجم الموسم الماضي غايب ما بيلعبش معرض للايقاف، لكن ما حسيتش ان هو غايب. امبارح حسين الشحات برضه معرض للايقاف وغايب ما كناش شايفينه في المباراه امبارح. فانت عندك نجوم، عندك امبارح يعني ناس كلها تنافس بعض، الدكه بتاعتك تقيله، دكتك تقيله امبارح. انت امبارح في نص الملعب احمد نبيل كوكا بيلعب مكان مروان عطيه، مولد نجم شغال في نص الملعب، ولعيب ثابت مكانه، ولعيب كان حلو جدا. والاهلي كان عنده لا مركزيه شديده جدا، الكل بيلعب باريحيه، الكل بيتسابق في ان هو يلعب بدون كوره ويتحرك وياخد اماكن. فالاهلي كان اداؤه حلو، انت مبسوط باداء الاهلي امبارح. غير كده كان في نقطه مهمه جدا في المباراه، يعني الاهلي يعني لما جبنا الجون كنا حلوين هاديين يعني مش مستعجلين، الاهلي كان اداؤه حلو مش مستعجل، فقدرنا احنا نجيب الجون الثاني والثالث والرابع واللعيبه واثقه من نفسها. فبدايه حلوه ان انت تلعب اداء كوره، اداء مزيكا، اسيستات حلوه، وفي نفس الوقت ادائك البدني كان حلو، ادائك كنت واقف على رجليك. فما بالك بقى لما يعني المكنه تشتغل واللعيبه تخش في رتم المباراه، هيبقى عندك ايه؟ هيبقى عندك تنافس في جميع المراكز، هيبقى عندك يعني تنافس شديد في كل المراكز. فنتمنى ان شاء الله ان هي تكمل على خير، يبقى عندنا نبعد عن الاصابات مع عوده بقى المصابين، دي كانت حاجه مهمه جدا. يعني انت اما يجي لك واحد زي كريم فؤاد الجبهه اليمين وبالمركز اللي بيلعب فيه كريم فؤاد الجديد اللي حطه فيه عمو كولر واللي اتصاب فيه السنه اللي فاتت، مركز حلو، فانت اكتسبت صفقه جديده مع عوده اكرم توفيق كمان، ان انت في الجبهه اليمين او الجبهه او في نصف الملعب تقدر توظفه في الحتت دي. فانت يعني خلاص بقى عندك وفره، فربنا يكرم ونبعد عن الاصابات. الاهلي هيبقى مختلف تماما، الاهلي عنده دكه هتبقى نار، دكه فريق تاني، انت ممكن تلعب بفريق مباراه وفريق تاني مباراه تانيه. فنتمنى ان شاء الله نفضل مستمرين بالاداء الحلو اللي احنا شفناه في مباراه المصري، نكيف اي فريق ينزل يقابلنا. الاهلي ولاعيبته يحافظوا على نفسهم، يعني احنا شغالين بالدولار، الاهلي مش شغال بالسولار. فالاهلي ربنا يكرمه بالرعاه دايما كده ان هم موجودين، الاهلي دايما يحافظ على مكانته، لعيبته تحافظ على نفسها، ما فيش بقى سهرات، ما بنسمعش الكلام بالشيشه والحاجات الفسكونيه بتاعت الفرق الثانيه ديت. فنتمنى لعيبه الاهلي تحافظ على نفسها. لعيبه الاهلي بينتظرهم موسم طويل جدا في بطولات كتير جدا، الجمهور محتاج يفرح، الجمهور محتاج يبقى مبسوط، الجمهور محتاج يبقى موجود على منصات التتويج. خسرنا بطوله، باقي البطولات عايزين نحافظ عليها نكسبها. الاهلي يعني نتمنى ان شاء الله السنه دي
لعيبته كلها تبقى موجوده في الريتم. عايزين نخش في كاس العالم نوصل لابعد نقطه، وليه لا ان احنا نحمل الكاس السنه دي. فنتمنى ان شاء الله الاهلي يبقى عنده الطموح ده ولاعيبته تبقى عندها الطموح ده، واحنا قادرين. عندنا لعيبه حلوه، عندنا لعيبه ممتازه. امبارح انت هتبقى في حيره تلعب بمروان عطيه ولا تلعب باحمد نبيل احمد نبيل مانجا، ولا تلعب ب احمد نبيل كوك اسف، وتلعب باليو ديانج. هتلعب بمين؟ وما يرجع اكرم توفيق كمان. فانت عندك منافسه حلوه كلها في صالح الاهلي. وكذلك الجبهه اليمين يبقى عندك تعدديه كتيره جدا. الجبهه اليسار يعني ربنا يكرمنا ان شاء الله ونحاول نجيب واحده كده في الشتاء مع علي معلول. لكن نتمنى ان شاء الله موديست كمان يخش في الريتم الفتره الجايه، وان هو يبقى احسن. تحركاته كانت حلوه، صبوا تصويبتين امبارح خبطوا في اللعيبه، لكن طوله وان احنا نديله كرات عرضيه هتساعده كتير جدا، وهتخليه يخش في المباراه ويجيب اهداف. ولو دخل في الاهداف خلاص مش هترحم بقى، الاهلي مش هيرحم اي حد. نتمنى ان شاء الله الرباعيات والحفلات بتاعه الاهلي ما تنتهيش، كل فرق الدوري تتكيف السنه دي. نتمنى كل فرق الدوري الاهلي يكيف.